في السيارات نفسها، في التلفزيونات، في الطيارات يا عم، لكن في الكوره قوم اقف وانت بتكلمني. ميد ان اهلي ايجيبت. الاهلي بيحقق انتصار كبير، وانا بكلمكم على فكره ولسه باقي على نهايه المباراه يعني دقيقه ولا دقيقه ونص بعد ما علي معلول جاب الجول الرائع اللي عوض بيه البنالتي. تخيلوا علي معلول البنالتي اللي هو السهل المفترض يجيبه بسهوله بيضيعه، لكن بيجيب احلى فاول في تاريخه في بطوله العالم، ويضرب كل الارقام ويحقق كل الانتصارات للنادي الاهلي اللي عن جداره واستحقاق بيقدر يكسب الميداليه البرونزيه على حساب نادي اوراوا الياباني. والله العظيم الاهلي احق بالصعود للمباراه النهائيه، والله العظيم الاهلي هو الافضل من فلومينسي، وكان هو الاحق انه يقابل مانشستر سيتي في المباراه النهائيه. انما في الاخر قدر ربنا سبحانه وتعالى، وده نصيب. تهنئه كبيره جدا لنجوم النادي الاهلي النهارده. بصراحه النهارده الفريق ادى مباراه قويه جدا جدا جدا. الضغط اللي بداوا بيه المباراه، جابوا جولين في بدايه المباراه وضيعوا 3-4 تجوال. عارف يعني كان سيطره كامله. قدر الفريق الياباني يجيب جول من خطا دفاعي قبل نهايه الشوط بدقيقتين عشان ينهي الشوط 2-1 بعد ما الكره ارتدت من ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم طبعا اللي جاب الجول الاولاني، ولا اجمل ولا اروع ولا اشيك حاجه كده، بقول لك ايه، من بدايه زمان. وبعد كده بالمتابعه اللي عملها، وبعد كده بيرسي تاو جاب الجول الثاني مستغل خطا دفاع الفريق الياباني. جابوا جول بعد كان مفترض يبقى فيه لعيب بيغطي قدام ال6 يارد، لكن مش مشكله. جاب جول الفيرود الافريقي بتاعهم كانتي، وبيبقى 2-1. بتتأزم الامور الشوط الثاني، بيجي لهم بينالتي من خطا غير مقصود لمحمد هاني. انما اوكي بعد ما الجول جه، مع ان قبل البينالتي ده الاهلي مضيع كورتين ما يضيعوش الحقيقه. بعد البينالتي الاهلي انتفض، الاسد الافريقي المصري انتفض. انا بشوف حصانه في الملعب، بشوف امام عاشور وبشوف كوكا. اللي قلت لكم يا جماعه كوكا كان لازم يلعب ماتش فلومنسي، كان لازم يلعب الماتش ده. يعني ما فيش حاجه اسمها كده. مسك الاهلي نص الملعب بالاداء بتاع كوكا رائع. الاهلي بيكسب الميداليه البرونزيه. تخيلوا في غياب مثلا واحد زي اليو ديانج، مش موجود، ما لعبش، شارك بس مجرد دقايق الماتش اللي فات. لكن كوكا عمل ماتش كبير جدا 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 الحقيقه. النهارده امام عاشور عمل ماتش كبير جدا جدا. مروان عطيه عمل ماتش كبير جدا جدا جدا. وعلي معلول اللي انا لو انا كنت المدرب ما كنتش خليته هو يشوط البينالتي. هو جايب الجول الثالث بتسديده قويه بتيجي في الباك بتاع الاوراوا الياباني ويخطئ ويتغير اتجاهها وتيجي جول عشان يبقى 3-2. وجاي الاهلي بينالتي ضيعوا علي معلول بعد الدقيقه 72. علي معلول يعني الاجهاد شويه بيأثر عليه. الاجهاد بيأثر على التركيز يا جماعه بنسبه كبيره جدا. لكن هو كان عنده اصرار انه يعوض البينالتي، ضاعف مجهوده وجاب جول رائع في الوقت الضايع، في الدقيقه 7 من الوقت الضايع، من فاول قدام منطقه الجزاء عشان الاهلي يكسب 4-2. النهارده بيرسي تاو عالمي، وحسين الشحات لغايه ما خرج كان ايجابي جدا. محمود كهربا رغم انه ما بيسجلش ورغم انه اضاع اكتر من كوره لانه تحركاته خطيره جدا. خط الدفاع انت بتتكلم محمد عبد المنعم، يعني لما بيبقى رايق يا سلام عليك يا عبد المنعم. ياسر ابراهيم من نجوم المباراه النهارده. محمد هاني من نجوم المباراه النهارده رغم البينالتي اللي جابه اللي تسبب فيه. يعني الشناوي طبعا حدث ولا حرج. الشناوي يا جماعه شال كوره من تحت العارضه كده. الواد الباك بتاعهم الطويل ده اللي عملها برجليه من كورنر، شالها يعني كانه يعني بينش ناموسه، مش بيشيل الكوره يعني بكل ثبات انفعالي، وشال الكوره. النهارده الحقيقه مارسيل كولر عمل التغييرات بتاعته في الدقيقه 58. قدر يظبط الفرقه، طلع حسين الشحات ونزل كريم فؤاد، وقدر شويه يظبط الفرقه وطلع كهربا ونزل طاهر محمد. طاهر حاول وعمل مجهود وكان بيجري الحقيقه، عامل مجهود لحد ما كويس جدا. ظبط نص الملعب وظبط الناحيه الهجوميه شويه وسرعه الهجوم شويه. لما نزل كريم فؤاد عمل مجهود عالي جدا. ده عمل سبرنت في واحده لما الكره ده قلشه، ورغم كده جري وعمل سبرنت وحط الكره في صدر الجون وخد منها كورنر. اصرار رهيب من كريم فؤاد الحقيقه. ونزل رامي ربيعه، كان تغيير رائع من مارسيل كولر في قبل نهايه الشوط بدقيقتين في الدقيقه 88. وخرج بيرسي تاو عشان خاطر يحافظ على الدفاع، وفعلا نزل ظبط خط الدفاع.
ونزل كمان عمرو السولية مكان مروان عطية. مروان كان رائع يا جماعة الحقيقة النهارده برضو نزل وعمرو السولية، وخد فكرة ان هو يعني تكريم ليه انه يشارك في كاس العالم للأندية ويشارك في التشكيلة بتاعة الاهلي اللي بتحقق الميدالية البرونزية للمرة الرابعة. السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامجنا قهوه الخواجه. ضيفنا النهارده محمد شبانه، رايق وروقان الاهلي. الاهلي ماشي على الكل، كله رايق وكله فرحان بفوز النادي الاهلي كبطل افريقيا، كبطل عربي، كبطل مصر، كمفرح الكره المصريه. النادي الاهلي بيكتب اسمه بحروف من ذهب في النسخ كاس العالم. اللقطه بلقطتها. ما تقوليش بقى كاس العالم اللي جاي هيبقى صعب، لا، النهارده انك تتكلم في الايجابيات. ما تقوليش محمد هاني عمل ضربه جزاء، ما تقوليش الجراح علي معلول، يعني علي معلول ضيع بليه ما حدش هيتكلم عليه، لكن كله هيتكلم على الهدف اللي هو التسديده الرائعه اللي مش من عوايد علي معلول ان هو يسدد لكن تخبط في المدافع الياباني وتغير اتجاهها وتخش جول. الفاول، ايه الفاول ده؟ الفاول كله علي معلول قال لهم سيبوه، وقال لامام عاشور بالذات سيبه، وقال لكل الدنيا كلها انا جراح، انا عارف انا بعمل ايه. وحط الكوره في الدقيقه 7 في الوقت الضايع في بلس 90 علشان يقول خلصانه بشياكه. مات الكلام، قضي الامر. علي معلول بيجيب 3 اهداف في كاس العالم، هدف في اتحاد جده وهدفين في اوراوا الياباني. على فكره اوراوا الياباني ده بطل دوري ابطال اسيا، يعني كسب الهلال، يعني فريق محترم، لكن فريق زي ما شبانه قال لك، قلنا على الياباني اي حاجه، عربيات، مكان كمبيوترات، لكن في الكوره قدام الاهلي كمان حدث بلا حرج، اركن يا عم ووسع، وده مكاني. والنادي الاهلي بيتوج بالميداليه البرونزيه الرابعه في تاريخه، علشان النادي الاهلي بيسطب التاريخ بحروف من ذهب. في ناس عملت مباريات كويسه وفي ناس عملت بطوله كويسه. احمد نبيل كوكا بطوله، مروان عطيه بطوله، الشناوي بطوله. حدث بلا حرج على قوه النادي الاهلي بالميداليه البرونزيه في ثالث العالم بعد مانشستر سيتي وفلومينيزي البرازيلي. اسمع رايك في الكومنتات حبيبي يا خواجه.